الفرضية الأولى للسطع. ما هو السطع؟ الله سبحانه وتعالى يقول والأرض ذات السطع. طيب، بناء السماوات السبع يتطلب إلى أرضية، والأرضية هذا تكون ذات خصائص وهي السطع. وما هو السطع؟ السطع عبارة عن كتلة صماء صبية فوق الأرض، مثل ما الآن أنا أجيب لي صبية، أنا أريد أن أعمر مسلح، أريد أن أفعل لي عمارة 10 دور، ضروري أفعل لي فرد إسلام، أحفر تحت الأرض 3 متر أو 4 متر وأفعل لي صبة فرد إسلام كلها جسور 60 في 60، وبعدها أطلع 10 دور. بنفس الكيفية الله سبحانه وتعالى أول حاجة رص الذرات. هناك رص من الذرات، ذرة جنب ذرة. طيب، أنا عندما أرص ذرة جنب ذرة، صحيح أن الذرات لا تسمح بمرور الماء، ولكن هذا بناء بخاصية أرحم الراحمين. هذه ذرات، ذرة جنب ذرة جنب ذرة. طيب، عاد هذه الذرات مشدودة بينها، تشدها محاور ومستقيمات تجعلها كتلة صماء لا تسمح بمرور جسيمات الضوء أو النقير أو الفتيل. أي على أن المحاور والمستقيمات التي تشد التي تشد الذرات، التي تشد الذرات، المحاور والمستقيمات التي تشد الذرات، يعني دقيقة جدا، أصغر من الفتيل بتريليونات الأضعاف في الحجم، لأنها لا تسمح بمرور الفتيل. كذلك تكون قوة عملاقة، وتكون الذرات هذه الذرة، وتكون كل ذرة مرصوصة. تخيل، الأرض كلها عبارة عن رصة من الذرات، الأرض عبارة كلها رصة عن الذرات، مرصوصة من الذرات، إضافة إلى الذرات محاور مستقيمات تجعلها ذات خاصية السطع، كتلة صماء، يعني أصبحت أرضية صاحية تسمى بالسطع. والأرض ذات السطع أصبح هذه عبارة عن كتلة سطعية تسمى السطع. رصة من الذرات تجعل الأرضية ذات خاصية سطعية، وهي قوة عملاقة لا تقطع فيها درجة الحرارة، لا تريليون أس تريليون درجة مئوية، ولا الضغط الهائل، ولا أي شيء يتأثر قوة عليها. هذا يعتبر مجسم للقطر للسماء الأولى. طيب، هذه الذرة تنطلق منها محاور وأطوال موجية. طيب، تنطلق هذه الذرة، شوف هذه ذرة وهذه ذرة، تطلق محاور تلتقي هنا تكون لي قطر، وهكذا مليارات. وكل نقطة في الذرة اللي هي على السطح تطلق محاور ما لا نهاية إلى حد الآن تطلق ما لا نهاية من المحاور والمستقيمات التي تبني السماوات السبع. هذا الخاصية الأولى للسطع. 49 فرضية في السطع الآن بشرحها. هذا تعتبر إيش؟ رص الذرات فقط، وضع الذرة. طيب، باقي عملية الشد بينها. كيف تكون الفراغ البيني ما بين الذرات؟ صم كامل لا يسمح لا يتأثر بالضغط الهائل للسماوات السبع، ولا يسمح بمرور جسيمات الضوء وغيرها، ولا يتأثر بدرجة حرارة البراكين. والسلام عليكم. يعني السطع رص من الذرات مربوطة بالفراغ البيني بين الذرات، محاور ومستقيمات أصغر من النقير والفتير بتريليونات الصغر في الحجم، لكي يكون هذا الشد من المحاور والمستقيمات يكون بخاصية السطع. مثل ما الآن معي لا صبة هردي، وفي صبة وفي بلاطة وفي فرد سلاح، بنفس الكيفية. لو أكتب فرضيات في السطح، فرضيات ما لا نهاية. الذي بيضحك على العصفري يقول العصفري بيتخيبل، يا أخي كتم فرضيتك وانقضها. باقي بعد هذا إسقاط رأس أرحم الراحمين يقول والأرض ذات السطح. أنا عندما أسقطها على محاور الإحداثيات، الله
ألف لام هاء، يطلع لي هذه التراكيب، باقي إسقاط، باقي فرض، باقي عملي من آيات القرآن الكريم. الذي بيضحكوا على ظفران يقول لك مخزي مقرف، شوهت منظرنا أمام علماء العالم. يا أخي قدتم فرضياتك وانقط فرضيتي. طيب طلع الشيء المخزي فيني، إذا كنت كذاب طلع كذبي يا أخي. سأبك خط طويل للعالم، ما هو الصدع وخصائصه وكيف تكون وكيف كونها أرحم الراحمين، وكيف تم شده ورص الذرات، وطبقة من المحاور، باقي 7 طبق فوق الذرات، فتكونت كتلة صماء. كما أن في هذه السطوع الأرض أرزاق الناس كامل، يعني بالاسم. سبحان الله، الصدع هذا له خصائص كبيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.